بسم الله الرحمن الرحيم. بعمل لكم الفيديو ده عشان اقول لكم على حاجه كل الناس بتتكلم فيها. النهارده المحافظ اعتمد قرار جديد باعتماد الاحوزه العمرانيه ل 106 عزبه على مستوى محافظه الدقهليه. طبعا ذكر في المراكز اللي هي اتذكرت في اعتماد الاحوزه العمرانيه من ضمنهم مركز طلخه ونبروه، ومعاهم شربين وبالقاس والجماليه. الناس اختلف عليها الامر، الاماكن فين. في ناس اعتقدت ان تم اعتماد الاحوزه العمرانيه للقرى، لكن انا بقول لحضرتك التفاصيل كالاتي: 106 عزبه تم اعتمادهم على مستوى محافظه الدقهليه، منهم 99 عزبه في مركز شربين لوحده، 99 عزبه في مراكز راس الخليج وكفر الحاج شربيني والحصص، دي 99 عزبه في شربين. طيب الجماليه فيها عزبتين، عزبه والي وعزبه والي 2 وعزبه حميدي. بالقاس فيها عزبتين، عزبه الخريجين تبع قلبشو وعزبه السيد المرشدي تبع الستاموني. طب تعالوا نشوف طلخه ونبروه خصهم ايه من الموضوع ده. مركز طلخه بالكامل عزبه واحده اسمها عزبه المنصوريه تبع قريه دميره، يبقى مركز طلخه بنقول ان هي عزبه واحده تبع قريه دميره اسمها عزبه المنصوريه. طيب نبروه فيها ايه؟ نبروه فيها عزبه جوهر تبع بهود. دول ال 106 عزبه اللي تم اعتماد الاحوزه العمرانيه ليهم، واللي محافظه الدقهليه اعلنت النهارده، لان ناس كتير اختلط عليها الامر واعتقدت ان الموضوع للقرى، لكن بقول هم 106 عزبه على مستوى المحافظه، منهم 99 عزبه لمركز شربين لوحده. 5 مراكز اتذكرت: شربين بالقاس الجماليه طلخه نبروه، 99 عزبه في مركز شربين، عزبه واحده في طلخه، عزبه واحده في نبروه، 2 بالقاس، 2 الجماليه. دول وبكده يبقى غطيت لكم الخبر اللي شاغل الناس كلها في اعتماد الاحوزه العمرانيه ل 106 عزبه على مستوى 5 مراكز.